قال وغسل وتنظف. المراد بالتنظف تنظيف البدن إما بصابون وأشنان ونحوه، أو تقليم أظافر وإزالة شعر يستحب إزالته. والدليل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أوس ابن أبي أوس الحدثاني: من غسل واغتسل ودنا وابتكر ومشى ولم يركب كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها. يقول بعض أهل العلم أظنه بالملقن، يقول: لم يأتي حديث صحيح فيه هذا الفضل البتة. يقول أفضل حديث جاء أو أكثر حديث، عفوا، أكثر حديث رتب فضلا كثيرا على عمل قليل هو هذا الحديث. انظر الصلاة الفريضة، حديث أبي هريرة في الصحيحين، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ في بيته ثم خرج إلى الصلاة لا يخرج إلى الصلاة كان له بكل خطوة حسنة ومحيت عنه سيئة فقط. الجمعة بكل خطوة قيام سنة صيامها كان له كل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها. شو الفرق؟